السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردوا بالكم، اليوم غادي نتكلم لكم على هذه القطعة النقدية المغربية من فئة 10 سنتيم أو جوج الريال، وهذه إصدار سنة 1974 ميلادية في عهد الملك الراحل حسن الثاني رحمه الله. هذه القطعة 10 سنتيم اللي كتلاحظوا في يدي بهذا الشكل فهي مميزة لأنها خرجت خصيصا لهواة الجمع والمهتمين بالنقود والقليل اللي كيعرفها وكيسمع بها. كما كتلاحظوا القطعة ما زال محافظة على اللمعان الحقيقي والأصلي ديالها، يعني القطعة ما زال جد ممتازة، لأن هذا النوع من القطع النقدية كتختار بعناية فائقة، هذه اللي كتخرج خصيصا لهواة جمع النقود. ردوا بالكم لأن هذه القطعة هذه مختلفة على الأخرى اللي خرجت من التداول، هذه كتخرج يعني بالملايين، إنما هادو كيتختاروا بعناية فائقة وبنسخ قليلة وكيتوضعوا في هذه الكبسولات وعندهم البيانات ديالهم. كما كتلاحظوا عندهم البيانات، المعلومات على القطعة، وكيتباعوا لهواة جمع النقود في العالم. هذا الشكل هذا كاين دول أخرى كما كتلاحظوا، يعني وهادو كيكون الثمن ديالهم مرتفع باش نكونوا واضحين. يعني هذه الثمن ديال هذا 10 سنتيم بهذا الشكل هذا يعني كتوصل حتى 30 يورو. ردوا بالكم، ماشي شي شخص يجيب لي شي قطعة اللي تداولت وموجود منها الملايين وما عندهاش الكبسولة بهذا الشكل والبيان ديالها ويقول لي ها هي عندي منها ما نعرف شحال. لا، هذيك تداولت وما مختوراش بعناية فائقة لو كيخرجوا منه الملايين، انما هذه كيخرجوا منها نسخ قليلة بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا في الشاشة. ردوا بالكم. وهذه القطعة ديال 10 سنتيم اللي في يدي الوزن ديالها 3 الغرام، بحال القطعة اللي تداولت، وفيها 92% من النحاس و6% من الألومنيوم و2% من النيكل. القطر الدائري ديالها 20 ملم والسمك 1.40 ملم. وبالتوفيق للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه.